القديس إرسانيوس معلم أولاد الملوك. في زمن بعيد وفي قلب مدينة روما العظيمة اتولد شاب اسمه أرسانيوس من عائلة غنية ومؤمنة. اتربى على الإيمان من صغره وتعلم علوم الكنيسة وترسم شماس، وكان معروف بالحكمة والعقل والوقار. ولأنه كان بارع في الثقافة اليونانية والرومانية سمع عنه الملك ثاودوسيوس الكبير، فاختاره يكون معلم لأولاده أنوريوس وأركاديوس يربيهم على الفضيلة والعلم. عاش أرسانيوس في القصر الملكي وسط المجد والكرامة، لكن جواه كان في عطش غريب، عطش للسماء. كان بيصلي كل ليلة بدموع ويقول: يا رب عرفني ازاي أخلص. وفي ليلة هادية سمع صوت من السماء بيقول له: أرساني، اهرب من الناس وانت تخلص. الكلمة دي غيرت حياته كلها. وهو في الأربعين من عمره ساب كل حاجة، ساب القصور والغنى والمجد وسافر لمصر. وصل للإسكندرية ومنها راح برية شهيد عشان يعيش هناك في الهدوء والصمت. في البرية بدأ حياة جديدة، حياة مليانة صلاة وبكاء وصمت. كان بيتعلم من الرهبان البسطاء، وكان واحد فيهم دايما يعرض عليه أفكاره. استغرب أحد الرهبان وسأله: إزاي يا أبونا وإنت اللي علمت أولاد الملوك تسأل راهب بسيط زي ده؟ ابتسم أرسانيوس وقال بتواضع: الأدب اليوناني والرومي أنا عارفه، لكن الألفة والبيتا اللي يعرفها الراهب ده لسه ما تعلمتهاش. طريق الفضيلة. كان شديد الحكمة، بيتعلم من كل موقف بسيط. وفي مرة شافوه بينقي الفول الأبيض وهو بياكل. رئيس الدير شافه وعاتبه، فقام أرسانيوس بكل تواضع وقال: اللطمة دي مش للراهب، دي لأرسانيوس، معلم أولاد الملوك اللي لسه مش عارف ياكل فول زي رهبان سقاية مصر. عاش زاهد فقير متأشف، بيشتغل بإيده في ضفر الخوص وياكل من عرقه. وفي مرة جاله رسول من روما يقول له إنه قريب ليه مات وساب له ميراث كبير. سأله: من قد إيه مات؟ قالوا: من سنة. فرد أرسانيوس وقال بهدوء: وأنا ميت من 11 سنة، والميت ما يورثش ميت. وكانت الشياطين تحاربه، لكن هو كان يقابلها بالصلاة والدموع. وفي مرة ظهرت له في شكل ملائكة علشان يوقعوه في الكبرياء، لكنه صرخ وقال: يا رب أسرع وأعني، ما عملتش قدامك خير قط، لكن بكثرة صلاحك احفظني في وصاياك. ولما قال كده هربت الشياطين كالدخان. كان دايما يقول لنفسه: أرساني، أرساني، افتكر ليه خرجت، علشان ما ينساش طريقه ولا يتراجع. نظامه اليومي كان صارم، مع شروق الشمس يصلي، ومن بعدها يشتغل في الخوص لحد الساعة 6، ثم يقرأ الكتاب المقدس لحد 9، وبعدين يرجع للصلاة والصمت. وفي الأعياد كان يصلي من غروب الشمس لحد ما تطلع تاني عليه ويده مرفوعة للسماء. كان قليل الكلام جدا، وقال عبارته الشهيرة: كثيرا ما اتكلمت وندمت، أما عن الصمت فلم أندم قط. وكان متواضع لآخر درجة، بيبكي باستمرار على خطاياه، لدرجة إن عمود الكنيسة اللي كان بيصلي وراها اتأثر من دموعه اللي ما كانتش بتجف. وقال عنه الرهبان إنه كان في العالم بيلبس أنعم الثياب، لكن في البرية لبسه كان أبسط وأفقر من الكل. وفي مرة زاروا القديس مقاريوس الإسكندري، ولقى عنده ريحة مية الخص القديمة. سأله ليه ما بيغيرهاش، فقال له: أنا بحتمل ريحتها الكريهة بدل ريحة العالم الزكية اللي كنت متمتع بيها زمان. ولما كبر في السن وكان قرب 100 سنة، دخل إليته في الصوم الكبير وقضى 40 يوم في صلاة وتأمل وصمت. هجمته الشياطين تاني وعملوا دوشة بره القلاية، فقال لهم بقوة: لو ليكم سلطان ادخلوا، وإن ما كانش فاذهبوا بعيدا، أنا عبد يسوع المسيح اللي دمر قوتكم. فسكتوا وهربوا. وقبل نياحته بأيام زاره تلاميذه، ودموعه كانت على خده، وقال لهم: يا أولادي، اهتموا بخلاص نفوسكم، ده أهم من كل شيء. وبعد أسبوع شعر إن ساعته قربت، فابتدى يبكي من رهبة الموت. فسألوه: هو أنت يا أبونا أرسانيوس بتخاف من الموت؟ رد وقال: من ساعة ما لبست الإسكيم وأنا بخاف من اللحظة دي. وبعد ما رسم الصليب على وجهه ابتسم وسكن بسلام. وفي لحظة نياحته ظهر عمود نور في القلاية، ووشه كان منور كأنه ملاك. تجمع الرهبان حواليه وتباركوا بجسده، وظهرت معجزات شفاء كتير. وتنيح القديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك يوم 13 من باشنس الموافق 21 من مايو سنة 445 ميلادي. رقد بسلام بعدما ساب للعالم درس خالد في التواضع والصمت والاتحاد بالله. لو عجبتك القصة ادعمنا بمتابعة واترك تعليق وشير الفيديو. مونجيسو.